خليني أسألك سؤال واحد بس. سؤال لو جاوبت عليه بصدق ممكن يغير حياتك كلها. هو أنت فعلا فاشل؟ ولا أنت بس بتفكر بعقل متدرب على الفشل؟ أغلب الناس فاكرة إن المشكلة في الظروف أو الفلوس أو الوقت أو الناس، بس نادرا ما حد بيسأل: هو عقلي أصلا مهيأ للنجاح؟ النهاردة مش جاي أديك تحفيز وخلاص، ولا كلام حلو تسمعه وتنساه. النهاردة هنغوص سوا جوه أخطر مكان في حياتك، دماغك. هنفهم إزاي أفكارك بتسوقك من غير ما تحس، وليه بتعيد نفس الأخطاء رغم وعيك، وإزاي تدرب عقلك إنه يشتغل لصالحك مش ضدك. قبل ما تغير حياتك وقبل ما تدور على النجاح بره، اقف كده لحظة وخد نفس عميق، واسأل نفسك سؤال واحد بس: هو أنا فعلا دربت عقلي على النجاح؟ أغلب الناس فاكرة إن النجاح حظ أو فرصة نادرة أو حاجة مخصوصة لناس معينة، بس الحقيقة مختلفة تماما. النجاح مش حدث بيحصل مرة واحدة. النجاح طريقة تفكير وعادة يومية وتدريب مستمر للعقل. في الكتاب ده مش هندور على وصفات سحرية ولا وعود فاضية، لكن هننزل بهدوء جوه أعماق العقل، المكان اللي بتبدأ فيه كل فكرة وكل قرار وكل تغيير حقيقي. هتكتشف إزاي أفكارك ممكن تكون يا إما أكبر داعم ليك يا إما أخطر عائق في طريقك، وإزاي إن إعادة تدريب عقلك ممكن تكون الخطوة الوحيدة اللي كنت محتاجها طول الوقت ده. لو أنت بتدور على هدوء وسط الزحمة، وعلى وضوح وسط اللخبطة، وعلى طريق عملي للنجاح من جوه قبل ما يبقى من بره، فأنت في المكان الصح. ولو بتحب النوع ده من المحتوى العميق اللي بيتسمع على مهله ويتفكر فيه كتير، ما تنساش تشترك في القناة، لأن الرحلة مش بتقف عند الكتاب ده، دي بتبدأ منه. الفصل الأول: العقل هو نقطة البداية لكل حاجة. قبل ما أي إنجاز يتحقق في الواقع، وقبل ما أي حياة ناجحة تتبني، كان في حاجة واحدة بس: فكرة. الفكرة هي الشرارة الأولى، والعقل هو المكان اللي الشرارات دي بتتولد فيه. وعشان كده الفصل ده مش بيتكلم عن الفلوس ولا عن الشغل ولا عن العلاقات، لكن بيتكلم عن أهم أداة عندك من غير ما تكون شايفها: عقلك. عقلك ما بيفرقش بين اللي حقيقي واللي متخيل، هو بس بيتفاعل مع اللي انت بتكرره عليه. الفكرة اللي بتزرعها النهاردة بتتحول بكرة لشعور، وبعدين لسلوك، وبعدين لعادة، وبعدين لمصير. وهنا تكمن الخطورة، لأن أغلب الناس ما اختارتش أفكارها أصلا، دي ورثتها أو خدتها من كلام الناس، من الخوف، من أول فشل، من تجربة قديمة وجعتهم، وعاشوا عمرهم كله وهم فاكرين إن الأفكار دي هي الحقيقة. لما تقول لنفسك أنا مش كفاية، النجاح مش ليا، الظروف ضدي، العقل ما بيجادلكش، بيصدقك، ويبدأ يشتغل بكل طاقته عشان يثبت لك إنك صح. بس الخبر الحلو إن العقل ممكن يتدرب زيه زي الجسد. مفيش حد بيتولد بعقل ناجح أو فاشل، في بس عقل متدرب وعقل مهمل. العقل المتدرب على النجاح بيركز على الحلول مش الأعذار، بيشوف الفرص في المكان اللي غيره شايف فيه نهاية، وبيتعامل مع الفشل كدرس مش كحكم نهائي. أما العقل غير المتدرب فبيعيش في دايرة مقفولة: تفكير سلبي، إحباط، سلوك ضعيف، ندم، وبعدين تكرار. في الكتاب ده مش هنطلب منك تفكر بإيجابية سطحية، لكن تفكر بوعي، إنك تلاحظ اللي بيدور جواك والحوار الداخلي اللي ما بيفرقكش كل يوم، لأن الحوار ده هو اللي بيصنع حياتك. ابدأ من دلوقتي بخطوة بسيطة: راقب أفكارك من غير مقاومة. لاحظ بتكلم نفسك إزاي لما تغلط، بتفسر المواقف إزاي، وبتشوف قدراتك إزاي. الملاحظة دي هي أول تدريب حقيقي للعقل، ومن هنا يبدأ التحول. وفي الفصل الجاي هنتعمق أكتر في قوة التكرار، وإزاي فكرة واحدة ممكن تغير مسار حياتك بالكامل لو عرفت تزرعها في عقلك صح. الفصل الثاني: التكرار. إزاي تبرمج عقلك من غير ما تحس؟ العقل ما بيتغيرش بالصدمة، ولا بالقرارات المفاجئة، ولا حتى بالحماس المؤقت. العقل بيتغير بحاجة واحدة بس: التكرار. اللي بتكرره بيترسخ، واللي بيترسخ بيتحول لقناعة، واللي بتؤمن بيه بيبقى واقعك. ممكن تفتكر إن أفكارك اليومية عابرة،
بس عقلك مش شايفها كده. هو بيسجل كل حاجة، الكلام اللي بتقوله الصبح، الأفكار اللي بتيجي في دماغك قبل النوم، والجمل اللي بتهمس بيها لنفسك لما تغلط أو تخالف. كل ده مع الوقت بيتحول لبرنامج داخلي شغال لوحده. وعشان كده الناس الناجحة مش شرط تكون أذكى ولا أقوى ولا أوفر حظ، لكن عندهم حاجة مختلفة، نمط تفكير متكرر ومتبرمج على النجاح. الشخص الناجح لما يقابله مشكلة ما بيسألش ليه ده حصل، بيسأل أتعامل معاها إزاي. السؤال ده ما جاش صدفة، ده نتيجة تكرار طويل لأسئلة بناءة جوه العقل. في المقابل، الشخص اللي بيكرر الفشل غالباً بيكرر نفس الجمل: أنا حظي وحش، دايماً بيحصل معايا كده، مفيش حاجة بتتغير. ومع التكرار العقل يبدأ يدور على أدلة تأكد الكلام ده حتى لو مش حقيقي. وهنا لازم تفهم حقيقة مهمة: العقل ما بيدورش على الحقيقة، هو بيدور على الانسجام بين اللي انت مؤمن بيه واللي انت شايفه. وعشان كده لو بدأت تكرر فكرة جديدة حتى لو مش مصدقها في الأول، العقل مع الوقت هيحاول يخليها منطقية. مش مطلوب منك تكذب على نفسك ولا تقول أنا ناجح جدا وانت مش حاسس بكده. المطلوب إنك تبدأ بجمل قابلة للتصديق بس متجهة لقدام، زي أنا بتعلم أنجح، أنا بتحسن خطوة خطوة، عندي القدرة إني أتغير. الجمل البسيطة دي لو اتكررت كل يوم بتبقى أرضية جديدة للتفكير. التكرار مش بيشتغل بسرعة، بس بيشتغل بعمق، زي المية اللي ما بتكسرش الصخرة بقوتها لكن باستمرارها. ابدأ النهاردة بفكرة واحدة بس، واضحة وصغيرة، وكررها بهدوء الصبح وبالليل ولما تشك. ومع الوقت هتلاحظ إن ردود فعلك اتغيرت، واختياراتك بقت مختلفة، وحياتك بدأت تتحرك من غير صراع. الفصل الثالث: المشاعر، الوقود الخفي وراء أي تغيير. الفكرة لوحدها ما تكفيش، ممكن تبقى عارف انت عايز ايه وتكرر جمل إيجابية وتفهم كل اللي اتقال في الفصلين اللي فاتوا وبرضه ما يتغيرش أي حاجة. ليه؟ لأن العقل ما بيتفاعلش مع الأفكار الباردة، العقل بيتفاعل مع إحساسك تجاه الفكرة. المشاعر هي اللغة اللي العقل العميق بيفهمها، هي الإشارة اللي بتقوله دي حاجة مهمة أو تجاهلها. لما تفكر في الفشل وتحس بخوف، العقل بيتعلم الخوف. ولما تفكر في النجاح وتحس بشك، العقل بيتعلم الشك. لكن لما تفكر في هدفك وتحس بهدوء أو أمل أو حتى فضول، ساعتها التغيير الحقيقي يبدأ. لاحظ إن النجاح مش بيبدأ بحماس عالي، غالباً بيبدأ بإحساس بسيط: الاطمئنان. الاطمئنان إنك ماشي في الطريق، حتى لو بطيء، حتى لو محدش فهمك. المشكلة إن ناس كتير ربطت التغيير بالألم بس، يضغطوا على نفسهم، يجلدوا ذاتهم، ويحاولوا يتقدموا بالخوف. بس العقل ما بيحبش الألم، بيقاومه ويهرب منه ويخترع أعذار عشان يرجع للمنطقة الأمنة. لكن لما تربط التغيير بإحساس إيجابي حتى لو بسيط، العقل بيتعاون معاك مش يعندك. عشان كده اسأل نفسك سؤال مختلف: مش إزاي أنجح بسرعة، لكن إزاي أخلي طريقي للنجاح أهدى وأقل توتر. لما تهدي نفسك وتسمح لنفسك تغلط من غير قسوة وتكافئ التقدم الصغير، انت كده بتبني بيئة داخلية تسمح بالنمو. جرب التمرين ده: اختار فكرة إيجابية واحدة، غمض عينيك ثواني، وتخيل نفسك عايشها بهدوء. مش فرح مبالغ فيه، لكن إحساس واقعي ومطمن. الإحساس ده هو اللي بيربط الفكرة بالعقل العميق. افتكر دايما، العقل ما بيتغيرش بالقوة، بيتغير بالأمان. ولما يحس بالأمان يفتح أبواب ما كنتش شايفها قبل كده. الفصل الرابع: العادات، لما النجاح يشتغل من غير ما تحس. النجاح الحقيقي ما بيتصنعش بقرار واحد، ولا بلحظة حماس، ولا بقفزة مفاجأة. النجاح بيتكون بهدوء جوه العادات اليومية اللي بتكررها من غير ما تاخد بالك. العادة هي فكرة لبست لبس سلوك، وهي شعور اتحول لفعل متكرر. عشان كده ما تسألش ليه ما بنجحش، اسأل ايه العادات اللي بكررها كل يوم. حياتك الحالية نتيجة عاداتك القديمة، وحياتك الجاية نتيجة عاداتك الحالية. ناس كتير عايزة نتائج كبيرة بتغييرات كبيرة، بس العقل ما بيشتغلش كده. العقل بيحب التغييرات الصغيرة
الآمنة اللي ما تهددش استقراره. عشان كده العادات الناجحة بتبدأ صغيرة جدا لدرجة إنها ما تخوفكش. 5 دقايق قراءة، دقيقة وعي قبل النوم، سؤال واحد كل صبح: إيه الخطوة الصغيرة اللي تخدمني النهاردة؟ التفاصيل الصغيرة دي هي اللي بتصنع الفرق الحقيقي. المشكلة مش إنك مش عارف تعمل إيه، المشكلة إنك بتحاول تعمل كل حاجة مرة واحدة، وساعتها العقل يدخل يحميك بالكسل وبالتسويف وبالتأجيل. لكن لما تخلي العادة سهلة وواضحة ومربوطة بإحساس حلو، العقل ما يقاومهاش. ما تقولش هغير حياتي، قول هغير التصرف الصغير ده بس. العادات مش محتاجة قوة إرادة طول الوقت، محتاجة نظام ذكي. حط العادة في مكان واضح، في وقت محدد، ومن غير ضغط. ومع التكرار العادة تشتغل لوحدها وتبقى جزء من هويتك. وفي لحظة هتلاحظ حاجة غريبة: انت ما بقتش بتحاول تنجح، انت بس عايش بطريقة بتؤدي للنجاح. الفصل الخامس: الهوية. لما تبقى الشخص اللي بينجح، قبل ما تسأل أعمل إيه، وقبل ما تدور على خطة أو هدف، اسأل سؤال أعمق: أنا مين؟ لأن كل سلوك وكل قرار وكل عادة طالعة من صورة ساكنة جواك عن نفسك. الهوية مش اسمك ولا شغلك ولا ظروفك. الهوية هي القصة اللي بتحكيها لنفسك عن نفسك. لو شايف نفسك شخص متردد، هتتردد حتى لو الفرصة واضحة. لو شايف نفسك ضعيف، هتنسحب حتى لو تقدر. ولو شايف نفسك شخص بيسعى للنمو، هتقوم حتى بعد الوقوع. ناس كتير ما بتفشلش عشان مش فاهمة تعمل ايه، بتفشل عشان أفعال النجاح مش ماشية مع هويتها. العقل بيحب الانسجام، وبيقاوم أي تصرف يهدد صورته القديمة حتى لو كان مفيد. عشان كده التغيير الحقيقي مش من بره، لكن من جواك. بدل ما تقول عايز أنجح، قول أنا شخص بيتعلم النجاح. بدل عايز أبقى منضبط، قول أنا شخص بيحترم وعوده لنفسه. الكلام ده بسيط، بس تأثيره عميق لو اتقال بوعي وتكرر. الهوية ما بتتغيرش بالكلام بس، بتتغير بالأدلة الصغيرة اليومية. كل مرة تختار تكمل، مش تنسحب، تهدى مش تغضب، تتعلم مش تهرب. انت بتقول لعقلك ده أنا الجديد. الفصل السادس: البيئة، القوة الصامتة اللي بتشكلك. ممكن تفتكر إن التغيير إرادة بس، لكن الحقيقة أعمق. انت عايش جوه بيئة بتكلمك طول الوقت. البيئة مش المكان بس، دي الناس والكلام والصور والأصوات، وحتى الحاجات الصغيرة اللي بتشوفها كل يوم. العقل بيتأثر باللي بيتعرض له، مش عشان ضعيف، لكن عشان بيتكيف. لو بيئتك بتكرر الخوف، العقل يتعلم الحذر. لو بتسخر من الطموح، العقل ينكمش. عشان كده ما تلومش نفسك قوي لو بتحس إنك بترجع لورا وإنت لسه محاط بنفس المؤثرات القديمة. كن أذكى في اختيار بيئتك. اسأل نفسك: إيه اللي بشوفه كل يوم؟ مين اللي بسمعه أكتر؟ إيه نوع الكلام اللي مالي دماغي؟ ابدأ بتغييرات صغيرة. رتب مكانك، شيل اللي بيفكرك بالإحباط، قرب من محتوى يغذي وعيك حتى لو 10 دقايق. مش مطلوب تقطع علاقاتك، بس حط حدود تحمي هويتك الجديدة. الفصل السابع: التركيز، أغلى عملة في زمن التشتيت. في عالم مليان دوشة، التركيز بقى نادر. مشكلتك مش قلة وقت ولا ضعف حافز، مشكلتك إن انتباهك مش في إيدك. اللي ما تسيطرش عليه في انتباهك هيسيطر عليك في حياتك. التركيز مش إنك تشتغل أكتر، لكن إنك تشتغل بعمق. جرب تدي عقلك مهمة واحدة بس، تقفل الإشعارات وتقعد مع مهمة واحدة كأن مفيش حاجة غيرها. التدريب ده لو اتكرر بيرجع للعقل قوته. الفصل الثامن: الصبر، القوة الهادية. ناس كتير بتبدأ وقليل اللي بيكمل.
مش عشان مش قادرين، لكن عشان استعجلوا. التغيير بيحصل في العمق قبل ما يبان. الصبر مش ضعف، الصبر ثقة. اسأل نفسك، أنا بزرع ولا مستني حصاد وخلاص؟ الفصل التاسع، لما النجاح يبقى جزء منك. في المرحلة دي انت ما بقتش بتجري ورا النجاح ولا بتسأل امتى يجي. عقلك اتغير بهدوء وبتراكم. النجاح ما بقاش هدف، بقى طريقة عيش. انت ما بقتش بتحاول تبقى ناجح، انت بتتصرف كشخص عارف نفسه وبيحترم وقته وبيتحمل مسؤوليته. وهنا تنتهي الكلمات، لكن الرحلة الحقيقية بتبدأ دلوقتي. لو وصلت لهنا يبقى انت شخص مش بيدور على كلام حلو، انت بتدور على فهم حقيقي. النجاح مش فكرة تقراها ولا فيديو تتفرج عليه. النجاح تدريب، والتدريب بيبدأ من العقل. لو في فكرة واحدة في الحلقة دي حسيت إنها بتتكلم عنك، اكتبها في الكومنتات تحت. خلينا نبدأ حوار حقيقي. ولو النوع ده من المحتوى اللي بيدخل جواك بهدوء وبيغير تفكيرك على مهله مهم بالنسبة لك، ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، عشان الرحلة دي مش حلقة واحدة، دي طريق كامل وإحنا لسه في أوله. افتكر دايما، انت مش محتاج تبقى شخص تاني، انت بس محتاج تدرب عقلك صح. نشوفك في الحلقة الجاية.